السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الوقت انتشرت السرقة والنصب لأجل الاغتناء السريع وكسب المال، والناس لا يهمهم من أين أتى، المهم عندهم هو تحقيق الغنى. فتخيل إنسانا كانت له سمعة طيبة ثم خسرها كلها من أجل مال، وتخيل آخر خاطر بحريته وربما بعلاقته مع أهله من أجل مكسب سريع. كل يوم نسمع عن سرقة أو نصب أو غش أو رشوة أو أكل لأموال الناس بالباطل. لكن هل توقفت يوما لتسأل ما الذي يدفع إنسانا إلى هذا الطريق؟ هل السبب أنه يحب المال أم أنه فقير؟ لو كان الفقر وحده هو السبب لما وجدنا أغنياء يسرقون ويغشون ويحتالون، ولو كان حب المال وحده هو السبب لما رأينا فقراء يصبرون ويعفون أنفسهم عن الحرام. إذن فالمشكلة ليست في المال وليست في مقدار ما يملكه الإنسان، إنها مشكلة تبدأ في القلب قبل أن تتحرك الجوارح. هناك سبب خفي إذا تمكن من القلب جعل صاحبه يبرر لنفسه الحرام ويظن أن سعادته ومستقبله لن يتحققا إلا به، مع أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فما هو هذا السبب الخفي الذي يجعل الإنسان يبيع دينه من أجل المال؟ إذا استولى حب الدراهم في الفتى تهاوى حياؤه واستبيح وقاره، فكم أورد المال النفوس مهالكا، وكان الهوى للمرء باب هلاك. فما الذي يجعل الإنسان يهون عليه دينه وأمانته من أجل المال؟ فهيا بنا لنجيب عن هذا السؤال، السؤال المهم الذي يفرض نفسه لنفهم من يفعلون الحرام لجني المال، ولتفهم أنت أيضا نفسك لتصلحها. السؤال هو: هل المشكلة حقا في قلة المال هي التي تؤدي بالإنسان للضعف أمام الكسب الحرام؟ لو كان الأمر كذلك لما رأينا أناسا يملكون الملايين ثم يمدون أيديهم إلى الرشوة أو الاحتيال أو أكل أموال الناس بالباطل. وفي المقابل كم من فقير ضاقت عليه الدنيا ومع ذلك صبر وتعفف وآثر الحلال عن الحرام، وهو يعلم أن لقمة من حلال خير من أموال كثيرة لا بركة فيها. إذن فالقضية ليست في حجم الرصيد ولا في كثرة المال أو قلته، إنها قضية إيمان ويقين قبل أن تكون قضية اقتصاد أو تجارة. فالقلوب إذا امتلأت باليقين استعفت عن الحرام ولو اشتدت الحاجة، وإذا ضعفت لم يشبعها مال الدنيا كله، بل ظلت تطلب المزيد ولو على حساب حقوق الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالمشكلة الحقيقية ليست في المال وإنما في القلب الذي لم يطمئن إلى من بيده المال. وهنا نصل إلى أصل القضية، وهو ضعف اليقين بمن يرزق عباده إنه الله تعالى، والغفلة عن اسم عظيم من أسماء الله الحسنى. لو عرفه الناس حق المعرفة لتغيرت نظرتهم إلى الرزق كله. فما معنى اسم الله الرزاق؟ وكيف يغير هذا الاسم حياة المؤمن وسلوكه؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدقائق المقبلة.
من أعظم أسماء الله الحسنى، اسم لو استقر في القلب حقا لتغيرت نظرتنا إلى المال وإلى الرزق وإلى الحياة كلها. إنه اسم الله الرزاق. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يقل سبحانه رازق فقط، بل قال الرزاق، وهي صيغة مبالغة تدل على كثرة رزقه ودوامه وسعته، فهو يرزق جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، في كل لحظة من ليل أو نهار. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن تعلم يقينا أن رزقك ليس بيد مدير ولا تاجر ولا زبون ولا صاحب منصب، وإنما هو بيد الله وحده. والطريقة التي تكسب بها المال هي فقط سبب للرزق، وأما الرزق الذي وصلك فهو من عند الله. واعلم أن ما كتبه الله لك سيصل إليك ولو اجتمع أهل الأرض على منعه، وما لم يكتبه الله لك فلن تناله ولو بذلت له كل حيلة وسلكت له كل طريق. وقد يتأخر الرزق، لكن تأخره ليس نسيانا من الله، فكن على يقين من هذا، فالله الذي خلقك لا يعجز أن يعطيك، وإنما إن منعك فهو لحكمة يعلمها، فهو أعلم بما يصلح عباده، وقد يؤخر العطاء ليأتي في الوقت الذي يكون خيرا لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وللأسف كثير من الناس يحملهم استبطاء الرزق هذا على أن يلهثوا في طلبه ولو بمعصية الله، وهو حينئذ اختبر ولم ينجح في الاختبار، لأنه أخذ ماله الذي كان سيأتيه بالحلال إن صبر، لكنه استعجل وأخذه بالحرام. أيها الإنسان، إذا أيقنت أن رزقك قد كتب، وأن الله هو الرزاق، وأن الحرام لا يزيد في رزقك شيئا لم يقدره الله لك، فاسأل نفسك: لماذا تمد يدك إلى الحرام؟ ولماذا تخسر رضا الرزاق من أجل مال لن تأخذ منه إلا ما كتبه الله لك؟ بعد أن عرفنا أن الله هو الرزاق، يبقى سؤال مهم: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يقع كثير من الناس في الحرام طلبا للمال؟ الجواب أن هناك عدوا يعرف من أين يدخل إلى قلب الإنسان، إنه الشيطان، فهو لا يأتي للإنسان غالبا ويقول له اعص الله، بل يزين له المعصية ويغلفها بأعذار تبدو منطقية، فيهمس له: إن لم تغش في تجارتك ستخسر، وإن لم تحتل على الناس فلن تستطيع منافسة غيرك، وإن لم تأخذ هذه الرشوة فستضيع منك الفرصة. ويقول له: الجميع يفعل ذلك، فلماذا تكون أنت الوحيد الذي يلتزم؟ ويخوفه من المستقبل، ويزرع في قلبه خوف الفقر حتى يرى الحرام طريقا للنجاة. ولهذا قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تأمل كيف جعل الله وعد الشيطان بالفقر في مقابل وعده سبحانه بالمغفرة والفضل. فالمشكلة ليست أن الإنسان لا يريد الرزق، وإنما أنه صدق وعد الشيطان أكثر مما استحضر وعد الله، وعندها يبدأ يظن أن مستقبله بيده وأن نجاته في الحرام، لذلك يضعف ويسير في خطوات الشيطان، ويسرق ويأخذ الرشوة ويحتال على أخيه المسلم. ولو وثق في وعد الله
لنال رزقه بطاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، أي ليس من أهل هدينا وأخلاقنا التي أمر بها الإسلام. فالغش ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل ذنب عظيم يفسد المعاملات ويأكل أموال الناس بالباطل. فإذا ضعف اليقين واستجاب الإنسان لوساوس الشيطان، غاب عن قلبه اسم الله الرزاق، وأصبح يطلب رزقه من أبواب حرمها الله، مع أن الرزق لا ينال بمعصيته وإنما بطاعته. يظن بعض الناس أن المال الحرام هو الطريق السريع إلى الغنى، فيغش أو يسرق أو يأكل الربا أو يظلم الناس، معتقدا أن كثرة المال تعني النجاح. لكن الحقيقة أن الإنسان قد يجمع مالا كثيرا بالحرام، إلا أن الله ينزع منه البركة، فلا ينتفع به كما ينبغي، ويعيش في قلق وخوف مهما بدا للناس أنه ناجح أو غني. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. فالله يمحو بركة المال الذي يأتي من الحرام وإن بدا كثيرا في الظاهر، ويبارك في المال الحلال ولو كان قليلا، لأن البركة من الله لا من كثرة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي أن المال الحرام لا يفسد الرزق فحسب، بل قد يكون سببا في حرمان صاحبه من إجابة الدعاء، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. فلا تغتر بكثرة المال، فالغنى الحقيقي ليس كثرة الأموال، وإنما بركة الرزق وطمأنينة القلب والقناعة بما قسم الله والاستقامة على طاعته. فكم من صاحب مال كثير يعيش في هم وضيق، وكم من صاحب مال قليل ملأ الله قلبه سعادة ورضا وبركة. إلى كل من يأكل الحرام أو يفكر في أخذه: هل تظن أنك أذكى من الناس؟ أم نسيت أن الله يراك ويعلم السر وأخفى؟ قد تنجح في خداع الناس، لكنك لن تستطيع أن تخدع رب الناس. فالمال الذي تجمعه اليوم بغير حق سيشهد عليك يوم القيامة، ولن تحمل معك إلى قبرك إلا عملك. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأخذ بعضكم مال بعض بغير حق، كالغش والسرقة والرشوة والربا والخيانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لكن مهما بلغت ذنوبك فلا تيأس من رحمة الله، فباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبادر بالتوبة اليوم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. رد المظالم إلى أهلها، وأقلع عن الحرام، واعزم على ألا تعود إليه، وأحسن الظن بربك، فإن رزق الله واسع لا ينفد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا، وتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه،
ننسى بمصرعه آثار موتانا. إذا أردت الغنى فلا تبحث عنه في الحرام، فإن المال الحرام قد يكثر، لكن بركته تمحق، ويكون حسرة على صاحبه في الدنيا، وعذابا عليه في الآخرة. وإذا أردت الرزق فلا تعص الرزاق، فمن أيقن أن الله هو الرزاق لم يحتج إلى الغش ولا النصب ولا السرقة ولا الرشوة، ولا أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعته والثقة بوعده. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أي ما من مخلوق يدب على وجه الأرض إلا وقد تكفل الله برزقه، فلا يظن أحد أن رزقه بيد الناس، أو أنه لن يناله إلا بالحرام. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن تكفل برزق جميع الخلق ألن يتكفل برزقك إذا اتقيته؟ ثق بوعد الله، واسلك طريق الحلال ولو بدا أطول، فإنه الطريق الذي يورث البركة وراحة القلب وحسن العاقبة. نسأل الله أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يجعل ثقتنا به أعظم من ثقتنا بالأسباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تطلب الرزق من باب تدنسه، فالحق أبقى ورزق الله موصول. من يتق الله يلقى الخير منفتحا، ويأتيه الرزق والأرزاق تنهال. والسلام عليكم ورحمة الله.